السلام عليكم. ازيك يا شباب؟ فكاوفرول كده ككود ريفيو احنا بنعمل ايه اصلا؟ فعشان تبقى تشوف شكل البروسيس عامه يعني كلايف كده يعني عشان تتبسط كده. فاهم؟ فبندور على حاجات زي الاوثنتيكيشن، الاوثرايزيشن، الكود انجكشن، الرول الاوثنتيكيشن برضو في الجي دبليو تي بنشوف مثلا السيشنز. السيشن هل في سيشن مثلا ايه بتريلود في الانكريبشن بتاعها، هل الانكريبشن بتاعها مره واحده، هل هي اصلا ستاتيك ثابته، هل مثلا بيغير رقم كل مره، هل في متقسمه اجزاء السيشن، كل الكلام دي. ف فهنا الراجل بيقول لك هنا يعني ايه، لازم تبقى عندك على الاقل في اس كود ونوت جي اس. فليه نوت جي اس اسهل بكتير قوي في التعامل من بي اتش بي ولا جافا؟ يعني ده جافا انت ما بتعرفش تسلك في جافا، يعني جافا تشوف شكل الكود انت مش فاهم هل ده كونستراكتور، طب الكونستراكتور ده عاوز ايه؟ طب ما كان عشان تشوف الداتا فلو، تشوف مثلا لو الكونستراكتور مش في نفس البيج بتاعت الكلاس، فانت هتوه. ممكن مثلا يبقى عامل لها كونستراكتور في بيج تانية بصفحه تانية ورابطها، فانت الداتا فلو في حته الداتا فلو ديت معقده فشخ يعني. فالراجل كتر خيره يعني قال لك في سكود ونوت جي اس. فالنوت جي اس سهله وتشوف شكلها عامل ازاي، فيقول لك تفتح الابلكيشن تعمل انفورميشن جاذرنج او تشوف تجمع معلومات شغل عن ايه. ايه هي الراوترز مثلا، هتلاقي مثلا ايه هي الراوتس، بتستخدم راوتس بايه. بيراوتس، هو بيراوتس دايناميك ولا هو بيراوتس بصفحات معينه. تمام، لو كانت في نوت جي اس مثلا او لو كانت في جانجو مثلا، فتلاقي بيراوت بحاجه تانية. الراوت ستاتيك في جانجو بيلود صفحات من غير ما يلود الفايلز، على حسب كل حاجه. فاهم؟ فتلاقي اكسبريس مثلا احنا هنشوف على الاكسبريس معانا هنا ابلكيشن بسيط كده. فتعال نشوف الابلكيشن. فمثلا ابلكيشن يقول لك مثلا تعالى في الاول كده، هتلاقي عندك هنا كونستنت في اول حاجه اكسبريس والبورت بتاعنا. هتلاقي انا عندي هنا مثلا الاكسبريس والبورت. هنا بتمبورت اكسبريس فروم اكسبريس، الفانكشن بتاع الاكسبريس من الاكسبريس. الموديول اكسبريس، موديول اكسبريس ده كبير فشخ يعني. فانت عشان تلود اكسبريس كله، فانت الابلكيشن بتاعك هيبقى بتاع 1 جيجا ولا حاجه، ولسه ما انت ما رنترش في حاجه يعني. فمود اكسبريس وبترن اكسبريس بنكروس اكسبريس، وهنا أنا عندي بورت. تمام. لان هنا بورت لوكال ممكن اخليه بارس انت 5000 برضه 4000 عادي. بارس انت ده بيحول الرقم، اي حاجه هتجيله سواء كان ارقام حروف ايا كان هتحوله لانتجر. تمام. فالبارس اند، فانا مش عامل بارس اند عشان انا ايه دايناميك تحت كده لللوكال على طول بورت. فانا مش هتشتغل اصلا. مش عارف يعني ايه بارس انت لسه يعني. فما علينا. فبعد كده تلاقي مثلا، تلاقي هنا هو هنا عندك مثلا بادي، الاب دوت يوز بادي دوت بارو جيسون، بيستخدم جيسون ما هيبعت في ريكوست جيسون مثلا. بس انا مش مستخدمها عشان الداتا دايناميك هنا. فبعد كده هتلاقي مثلا عندك هنا فانكشناليتي الاي بي اي مثلا. هتلاقي عندك هنا باث اسمه اي بي اي اوثنتيكيشن، بيستخدم حاجه اوث راوترز، وبعد كده يديفاين الاوث راوتر دي تحت. الاب يوز ماشي. تلاقي مثلا اي بي اي سيرفيس بياخد سيرفيس راوتس مثلا، حاجه شبه كده. مثلا هتلاقي مثلا هنا في صفحه عندي اي بي اي جيت مثلا، اقول له مثلا اب دوت جيت، مثلا اقول له اب دوت جيت والاب دوت جيت اب دوت جيت، وافتح الايه الابلكيشن بتاعي جوه الاب دوت جيت. انا هنا عندي مسار، ايه المسار مثلا؟ وليكن انا عندي مسار اسمه يوزرز. تمام، يوزرز، واليوزر دول مثلا هجيب يوزر مثلا، واليوزر ده معين هو عنده اي دي معين، بناء على الاي دي اللي هيجينا ده. بس دي داتا، فانا اغير اليوزر دي هخليها داتا بتاعتي. تمام، فعلى حسب داتا. فهنا مثلا لو انا غيرت الاي دي ده، هل مثلا ما في، لو ما فيش اي فاليديشن، هل لو انا غيرت الاي دي ده بتاع واحد مثلا ممكن اخليه اتنين تلاته، هل ممكن يجيب لي الداتا دي فبقت اي دور؟ فاهمني؟ فحاجات شبه كده. تمام. بعد الاي دور دي، بعد الاي دي المفروض انت بتفتح بعد كده ايه، تاخد منك انت عاوز تعمل ايه في الابلكيشن. انا مثلا هاخد ريكوست وريسبونس، هاخد ريكوست وريسبونس دول اسماء عادي. وبعد الريكوست والريسبونس، تمام كده كريكوست وريسبونس، المفروض هنا في اند عشان يفهم ان دي تبع الفاليديشن. وبعد كده ايه، هقول له هديله كده. اه نسيت اللي هو الايه، الارو فانكشن. يعني الفانكشن دي بتبقى ارو فانكشن. جوه الارو فانكشن مثلا كده ارو فانكشن، وبعد كده حط الداتا اللي انت عاوز تحطها بقى. ماشي، حط الداتا بقى ايا كان بقى. هتبعت له ريسبونس دوت سند هنا هلو وورلد هنا او في الداتا دي، او ممكن يرجع له، او ممكن اقول له كونست داتا كلها على بعضها. يعني فاهم، ممكن ارجع له الداتا كلها على بعضها هنا. فاهم؟ مش حوار يعني. اقول له كونسول لوج مثلا او اي حاجه. ممكن اقول له مثلا ايه، أم هو ريسبونس دوت سند الداتا كلها على بعضها مثلا يعني. مثلا بس أنا مش هرجع له الداتا كلها، ممكن ارجع له الداتا بتاعته اللي هو طلبها بس. فاهم؟ فلما ارجع له مثلا فاقول له ريسبونس دوت سند، ريس دوت سند مثلا هنا. ف تمام، الداتا بتاعته اللي هو طلبها، اللي هو الداتا بتاعته. فاهم؟ ايا كان.
فبالنسبه دي هل بنشوف هل في فاليديشن صح عليها؟ طب ما فيش طب هل في فاليديشن؟ طب الاي دور ده ممكن نتجاوزه بحاجه، اللي هو مثلا انت لو غيرت قال لك لا انت مش اوثرايزد. ليه؟ لان انت الداتا بتاعتك هي رقم واحد، انت احمد. ليه تطلب بيانات علي او ليه تطلب بيانات ندى او منى؟ ما تطلبش بيانات حد من ده، انت بتطلب بياناتك انت برقمك انت. فبالتالي هل في فاليديشن على الكلام ده؟ طب اه. طب هل انا ممكن اتجاوزها؟ مش خلاص في فاليديشن خلاص، لان الهاكر مش بيسكت ان لا في فاليديشن، لا طب ممكن اعمل لها باي باسنج للفاليديشن دي. تمام. حاجات كتير. تمام. وكذلك الاوثنتيكيشن بقى، لو في سيشن او في جي دبليو تي فتلاقي الاوثنتيكيشن في بيفتح السي ام دي. هتلاقي مثلا عندك حاجه زي اوثنتيكيشن راوتس. تمام. دي بتراوت الدنيا. تمام. دي اسماء، فاهم؟ اوثنتيكيشن راوتس ممكن اسميها اوثنتيكيشن، ممكن اسميها راوتس او راوترز، فاهم؟ وهكذا يعني. الماتشنج او كنترول دوت جي اس، صفحات الجي اس تمام، عكس صفحات البي اتش بي مثلا هنا. فهتلاقي ده فايل بي اتش بي. لك هنا مثلا هتلاقي مثلا في بي اتش بي، في البي اتش بي هنا مثلا هتلاقي مثلا هنا اوثنتيكيشن. صفحات البي اتش بي هي بتبقى اخرها بي اتش بي، فبالتالي هتلاقي في صفحات اصلا كبي اتش بي في الفانكشناليتيز اللي اتضافت، مثلا فورج الباسورد واللوج ان والريجستر. تمام. والريسيت باسورد مثلا. دي فورج الباسورد، فورج الباسورد وريسيت باسورد. انا ضفت اتنين فانكشن. اه لا، ايوه فورج الباسورد، بس هل هي دي بتفاليديت ماشي. هي دي في الجيت فلاش ريسيت باسورد. ما علينا. فهتلاقي مثلا حاجات دي اوثنتيكيشن مش اوثنتيكيشن راوتس. مثلا هتلاقي في الجافا سكريبت ليها اسماء زي الراوتس. ماشي. هتلاقي هنا مثلا دي الفيوز. ماشي. الادمن اوثنتيكيشن واللاي اوت. اللاي اوت هتلاقي فيه حاجه اسمها فوتر وهيدر ونافيجيت وسبايدر. سايد بار، مش سبايدر، كنت بقراها سبايدر. سايد بار ده اللي هو شبه ده كده، ده سايد بار. تمام. بيفتح كده بيشوف ايه الدنيا، هل انت مثلا عندك هنا البروفايل وكل الكلام ده. تمام. هل في فانكشناليتي تقدر تست عليها؟ لا، كلها اتش تي ام ال وسي اس اس، فيها شويه جافا سكريبت او فيها بي اتش بي. تمام. بس مش نشوف بقى الداتا فلو بقى. الداتا فلو الراوت دي جايه منين، من انهي صفحه؟ فمثلا نفتح اوثنتيكيشن ونلاقي مثلا هنا في اللوج ان او في الريجستر الداتا دي، هل في راوت هنا بيروح عن هناك ناحيه تانيه في الفوتر؟ او هتلاقي هنا مثلا في السايد بار ده هتلاقي فيه مثلا صفحه للداشبورد مثلا. تمام. او هتلاقي مثلا هنا بيقول لك بيتشيك رول، بيقول لك يوز رول. لو اليوز رول دي ايكوال ادمن هتعمل ايه؟ هتلود الصفحه دي. تمام. ده هتلود البيانات دي بي اتش بي وبعد كده بي ان اف. تمام. وحاجات كتيره بقى فهنرجع لها تاني. فخلينا في الابلكيشن البسيط بتاعنا ده. الجيت يوزر توكن. تشوف التوكن بقى بتاعك، مثلا لو في توكنز معينه، بيبقى في توكن كتيره. فعلى حسب توكن مثلا توكن اكسس واوفر بيج، هل ممكن اسرق التوكن دي؟ تمام. او ممكن اسرق السيشن نفسها، السيشن هايجاكينج او التوكن هايجاكينج، ممكن اسرق التوكن. تمام. هل التوكن مربوط بحاجات معينه؟ هل التوكن ده بيفاليديت اكتر من وقته مثلا؟ بيفاليديت وقت كبير جدا؟ او لو التوكن ده انا عملت لوج اوت، المفروض التوكن ده بيتقفل وبيرندر توكن جديد، هل التوكن ده بيفضل شغال؟ كل الكلام ده نفس الحكايه في البلاك بوكس. انت هنا بتست في الوايت بوكس برضو بنفس العقليه، نفس الميثودولوجي. فهنا بقول لك ايه اوذر كودينج ده، او ده بقول لك تساعد جات جي بي تي، يعني خليه يبعت لك او يخليه يبني معاك الابلكيشن، يساعدك في حته الاوثنتيكيشن. هتلاقي مثلا عندك هنا بياخد منك اكسس توكن الجي دبليو تي بي، انت بتساين بالجي دبليو تي بيعمل لك جي دبليو تي جديد. هتلاقي مثلا بياخد منك ايميل والرول. بيقول لك الرول هنا لو الايميل بتاعك انكلود اخره حاجه هاكزابوكس دوت كوم يبقى انت ادمن. دي معناها يبقى انت ادمن. لو ايلس، دي اف ايلس بس دي مختصره. تمام. لو انت ايلس يبقى انت يوزر. يعني لو انت مثلا اي اسم هاكزابوكس دوت كوم يبقى انت ادمن. تمام. تمام. هما في ناس بتستخدم الحوار ده، في ناس بتستخدم مثلا انها تبقى سب دومينز اسمه ادمن دوت اكزامبل دوت كوم. تمام. ده سب اي حد بيدخل السب دومين ده يبقى انت ادمن. تمام. فحته حاجه شبه كده، بس السب دومين ممكن يبقى اسمه مختلف، مثلا يبقى ادمن او ادمنستريتور، فاهم؟ فممكن يبقى اسمه مختلف شويه. تمام. بالايميل او مثلا تكون اسمك معين اد هاك ذا بوكس دوت كوم مثلا، مش شرط هاك ذا بوكس، لان انا في الابلكيشن بتاع البي اتش بي ده انا عامله باي ديفاين رولز تانية مختلفه، مش بالايميل، فاهم؟ فعشان تبقى فاهم الدنيا عامله ازاي. بياخد منك اي دي وحاجات شبه دي تانية. تمام. فتلاقي مثلا verify token زي verify، بيقول لك define it to have the verify token function it starts in obtaining token from the request header authorization. عندك هنا عندك هنا في request headers authorization بيعمل لك headers authorization تستخدم الريكوست، بعد كده بيعمل لك authorization. واي حاجه تانية خلاف الاوثرايزيشن ده حاجه غلط، حاجه حصلت غلط، بحيث انت مثلا بتتجاوز باي دور، انت يوزر وعاوز توصل للادمن فيديك يقول لك 403 unauthorized او forbidden.
اللي هو انت ما ينفعش تعمل حاجه شبه كده بالجي تابل تو فيريفاي وحاجات كتيره يعني، فانت المفروض تبقى فاهمها يعني بما انك ديفلوبر. تمام. فمثلا اكسبريس تو راوتر، استدعى فانكشن اسمها راوترز من اكسبريس. هيجي هنا بيفيريفاي توكن، والراوتر بوست هيجنريت صفحه اسمها جنريت. جنريت دي ممكن اصلا يعني ممكن تكون هي بتعمل حاجه فانكشن معينه، هي مثلا هيجنريت كيو ار. ماشي. هيجنريت كيو ار جديد. كيو ار ده اللي هو التوكن. تمام. موديل اكسبورت الراوتر ده عشان ايه يراوت على بقيه الصفحات. جنريت كيو ار صفحات زي دي على ايديت سترينج. كيو ار كود. ماشي. تكست. بقول لك هنا فانكشن داتا يو ار ال. الفانكشن اللي هي تو داتا يو ار ال دي بتعمل ايه؟ بتاخد منك هنا كانفاس اليمنت و اتش تي ام ال كانفاس اليمنت، اللي هو الاليمنت اللي هو الاتش تي ام ال الصفحه بتاعتك اللي انت هتجنريت منها اليو ار ال او الكيو ار. وبتاخد منك هنا تكست غالبا بيبقى سترينج وبالكيو ار كود، وبعد كده تعمل كول باك على الفانكشن الايرور بتاعتك لو حصل حاجه غلط، فطبعا تاخد منك ايرور في الناحيه الثانيه عشان تجنريت الايرور ده. تمام. فحاجه حلوه يعني، انت لما مثلا لو عندي فانكشن، كان عندي هنا فانكشن مثلا لما تحمل على اي عامه اي فانكشن، فلما تedit عليها هنا قال لك ان الابلكيشن دي بتاخد ايه الاي بي اي. فينا بقول لك هنا في الاي بي اي يوزر اي دي، هتاخد منك هنا اي دي سترينج. ماشي. بس مالكش فانكشن نفسها، بس دي تبع اكسبريس عامه يعني. فمثلا جيت هنا عند فاليديت سترينج، هنا شفت فاليديت سترينج مثلا هاخد دي كده، خد دي فاليديت سترينج. ماشي. جيت هنا فاليديت سترينج، حطيت هنا فاليديت سترينج، قال لك الفاليديت سترينج دي بتاخد مني انبوت، اي انبوت. تمام. وبتاخد مني اون ايرور. يبقى الفاليديت سترينج دي فانكشن بتاخد مني سترينج وايرور. ماشي. ايا كان الانبوت هنا، فاهم؟ وما حددلكش، قال لك اني، فاهم؟ ممكن الانبوت ده يكون ارقام. مثلا ممكن مثلا ممكن يكون ارقام، يعني مثلا ممكن الصفحه دي، يعني الصفحه دي مثلا تكون هي الريست باسورد مثلا. ريست باسورد مثلا. الريست باسورد تمام، هو المفروض بيرجع لك توكن، يعني المفروض الكلام ده كله بيرجع لك توكن. ماشي. التوكن ده بيبقى قد ايه؟ يعني التوكن ده مثلا بيبقى 5 ارقام. بيبقى 5 ارقام مثلا، وليكن مثلا حاجه شبه كده. ادي واحد. ماشي. اتنين تلاتة أربعة خمسة. تمام. هو هياخد الأرقام دي كلها وبعد كده يقفلها بنل مثلا، يعني اعتبر إنها نل مبدئيا يعني. تمام. فالمفروض ياخد منك التوكن ده، فيجي هنا ياخد الانبوت بتاعك اللي انت الأرقام. بعد كده يبدأ يشوف الأرقام دي، هل هو سترينج؟ أنا مش عاوز هنا سترينج، أنا هو انتجر مثلا يعني. فهل يتأكد هل الانبوت ده انت؟ لو الانبوت ده مش انت، او الانبوت صفار، يعني انا ما ادخلش اي داتا هنا، او هنا في ماتشنج اللي هو الايه، الريجكس. تمام. الريجكس طبعا بيبقى اكبر من كده بكتير، بس ده ريجكس مبدئي. لو حصل ايرور في اي حاجه بالثلاثه دول، يعني اديله ايرور، الايرور هيرجعني فولس. انا ممكن ارجع له ايرور اللي هو كونسول بلوك مثلا، او ايرور ممكن اقول له مثلا ان ايرور ده هيبقى انبوت مثلا معين. يعني اقول له مثلا ان الانبوت ده هيكون فيه مثلا اللي هو ما هقول له مثلا ايرور، الايرور ده هيبقى ايكوال مثلا، هيبقى فاريبل، وابدا اقول له الايرور ده كونستركت الايرور ده. ماشي. واقول له ان مثلا ان الايرور ده بتاعك ان انت دخلت لي انبوت غير متوقع، او انت الانبوت بتاعك غلط، او ماشي. او مثلا ان الفاليديت مثلا لو حصل مشكله مثلا ان التوكن اللي انت دخلته لي ده، او الاو تي بي بقى مش توكن، انا اسف، او تي بي. لو الاو تي بي اللي انت دخلته لي ده مثلا مش الاو تي بي اللي انا واخده من الداتابيز، اللي انت كريته لي من الداتابيز. تمام. ايه اللي هيحصل؟ اقول لك ان الايرور ده او تي بي اسمه مثلا از نوت فاليديت، از نوت فاليديت مثلا يعني. او هو اصلا اكسباير. ماشي. هقول لك ان اكسباير مثلا. ماشي. ان ده اكسباير مش موجود عندي في الداتابيس مثلا. ده حاجه لو انا مثلا هنا او تي بي، فاقول له مثلا ان ايه، ممكن ارجع له الايه اللي هو دخله لي هنا، اللي هو الاو تي بي اللي دخله لي، ما علينا يعني. وبدل الريتن فولس، هي الريتن فولس مش معروفه يعني، فاهم؟ او وممكن احط له هنا مثلا فانكشن، والفانكشن دي مثلا هتاخد مني حاجه تانية اللي هو الستاتس كود. اقول له مثلا هنا ستاتس كود، مش ده شكل طبعا، مش ده شكل الفانكشن الستاتس كود. ممكن اقول له الستاتس كود هنا مثلا 403 اللي هو انوثرايز. طب مثلا ممكن اقول له ايرور مثلا اللي هو 400 مثلا، فاهم؟ فابدا على حسب، او 302 على حسب الستاتس كود اللي انا هرجعه له، وهكذا. فانت بتفهم بقى، بتفهم هل هنا مثلا هل في فاليديت كويس قوي على حته الايرور دي. تمام. او هل بيرجع ايرور معين، او هل ايرور معين ممكن استكشف منه حاجات اللي هو هل في غلط او حاجه عامه يعني.
فاهم؟ فهنا valid string من واحده من الفانكشنز اللي هي انت المفروض اول ما تشوفها كلمه valid string دي، اول ما تشوف فانت المفروض تركز عليها قوي valid string. تمام؟ فانت عرفت ان valid string تاخد منك input وايرور، حتى هي اصلا هتقول لك يعني. ماشي، حاجات كتيره بقى. تمام؟ فهتلاقينا valid string هنا function valid string بياخد منك input وماتش. تمام؟ بعد كده function request response next. النكست هنا هياخد منك request body، يعني request هياخد البادي كامل لو انت generate. مثلا هنا مثلا انت ممكن تعمل باي باسنج لحته الريسيت توكن، بانك مثلا تحط ايا كان التوكن وتقفلها له وتحط له وتريدايركت على النكست. ايه النكست اللي هي صفحه الهوم. تمام؟ ممكن هي باي باس الحكايه دي كلها. بس هي مش نفس الفكره يعني. بس هنا بقول لك مثلا عندك هنا انت ريكوست تو يوزر، إيه هو هنا ايه ايكوال رول، وتشوف الرول بقى لو هو ادمن هطلع له ادمن معين، لو هو حاجه تانية غير الادمن دي مثلا عندك هنا في انبوت سلو ماجيك زي انبوت كذا، ده الانبوت ده انت بتدخله له. فانت بتشوف الانبوت ده، انت مثلا ممكن تحط بعد الانبوت ده مثلا تحط كومنت شبه كده، مثلا تاخد الانبوت ده كده اللي هو بعد الانبوت ده تحط له كومنت، اي حاجه بعد كده في السطر ده او ايا كان في الفانكشن دي هتعمل لها كومنت، فبالتالي انت تجاوزت حته الكومنت دي. فانا المفروض هنا في ريجكس اقول له هنا في ريجكس ان انت مثلا اي حاجه هتجيلك بالشكل ده فانت المفروض تحط لي قبلها باك سلاش عشان تلغيها. ماشي؟ هتحط لي قبلها باك سلاش، فانت مثلا اي كومنت هيتحط هنا اول ما يعرف ان في كومنت يقوم حاطط لك ايه قبلها باك سلاش، فيبدا يلغيها قبلها باك سلاش وبعدها باك سلاش. ماشي؟ حاجه شبه كده، فبالتالي لغى حته الكومنت خالص. اي كاركترز يقوم حاطط لك قبله باك سلاش، فلغى لك الكومنت. فانت كده ايه ما قدرتش تعمل باي باس. او لو حطيت مثلا حاجه سترينج شبه ده فيقوم حاطط لك قبله ايه حاجه شبه كده، فبالتالي يلغي وبعده، بحيث ان هو ايه يلغي حاجه شبه كده. وانت دي معناها ان انت قفلت الكوتس ففي في الداتا بيز مثلا، فبالتالي ايه يمنع لك حاجه شبه كده. ماشي. فانكشن اسمها ايفال. ايفال دي بنستخدمها في ايه؟ ايفال دي اي كود جواه، لو قلت له مثلا هنا ايفال مثلا في انبوت، يعني مثلا وليكن إن ده انبوت مثلا، انبوت والانبوت ده هياخد مني قيمه. تمام؟ ماشي؟ ايا كان القيمه دي ممكن انا بانجكت مثلا اكس اس، قمت حاطط له سكريبت الكود بتاع السكريبت وما اشتغلش، اللي هو سكريبت اليرت. ماشي؟ لا ما اشتغلش، قمت عامل له ايه؟ قمت عامل له ايفال. تمام؟ ايفال دي اي حاجه جواها بترن، اي حاجه هتحط جواها ايفال، قمت عامل له كده. ماشي؟ كده ده البيلود اللي هيتحط جوه الانبوت، قمت عامل له مثلا اليرت 1. كده هينفذ ايه اسف انسرت اليرت 1. كده اي حاجه جواها دي هتتنفذ فانكشن. تمام؟ هتلاقي فيه ايفال واكسكيوشن وكل الكلام وحاجات تانية كتيره يعني. اكسكيوشن مثلا بستخدم في كوماند انجكشن، لو لقيت كلمه اكسكيوشن فانت عرفت طبعا ان ايه. حتى ايفال لو موجوده في قلب الكود فانت خطر جدا ايفال. انا اصلا من ناحيه البلاك بوكس ما اقدرش اعرف ان مثلا الانبوت ده فيه ايفال، فبالتالي انا بجرب. تمام؟ فلو حطيت ايفال جوه ايفال فممكن ما تشتغلش، وهكذا حاجات تانية كتير يعني. تمام؟ في بيقول لك هنا البرزنتيشنز اند تارجت سelection. البلاننج انت تحدد تشوف انت عاوز ايه بقى ومش عاوز ايه. السيتنج اب لوكال انفايرمنت، خلاص الانفايرمنت انت بتسيت اب لوكال انفايرمنت. عملت ام بي ام انستول، قال لك خلاص ان انت عملت انستولنج. تمام؟ بس انت مش شغال. عملت انستول وثبت لك الفايل بتاع الباكج جيسون. انت خدت طبعا الفول، انت خدت الملفات دي كلها من بتاع الباك اند او الفرونت اند، خدت منها دي عامه اللي هو مثلا بتاع الشركه كله، وعملت له رن. لو هو مثلا نوت جي اس، طب لو هو بي اتش بي بتثبت حاجه زي اكزامب وتشغل اكزامب وتقوم مرن الاكزامب وتقوم حاطط الايه الكود وتشغله من ناحيه البلاك بوكس عشان تشوفه. تمام؟ حاجات تانية كتير بقى. ماشي؟ وتسطب وترن. هقول له هنا مثلا لو قلت له ام بي ام او نود نود اسم الفايل اللي هو الاندكس دوت جي اس، اندكس دوت جي اس. ماشي؟ هنا اشتغل على اللوكال هوست 4000. فلما تفتح كده قال لك اللو وورلد اللي انا كاتبها لك هنا في الاول، اللو وورلد هنا في الريكوست ريسبونس في صفحه الروت. تمام؟ مثلا انا قلت له مثلا صفحه الاي بي اي يوزرز، لو قلت له هنا صفحه الاي بي اي يوزرز افتح لي صفحه الاي بي اي يوزرز، اي بي اي يوزرز. المفروض ما ترجعش، بس ايوه صح كده المفروض ما ترجعش. users is not defined. اي بي اي يوزرز عشان هنا ايه رجعتها يوزرز. انا هنا ما عنديش يوزرز بقى لما الداتا. ماشي؟ كده اعمل سيف يبقى users يبقى data كانت يبقى data. ماشي؟ هنا كونست data هنا يبقى هو get، المفروض يبقى data بقى. ايه اللي عمله ده؟ صح كده يبقى data.
المفروض نسيف الكلام ده. يبقى اي داتا. ماشي، المفروض اقفله شغال عشان يرجع لي الداتا دي كلها كجيسون، بس ما علينا، مش موضوعنا يعني. عشان تعمل انفايرمنت زي ما قلت لك ام بي ام انستول، وبعد كده ام بي ام ران ديف. لو انت مثلا معاك لو انت بتستخدم رياكت مثلا كفرونت اند وباك اند، اصلا مش محتاج كل ده. ف ران ديف على طول هتشتغل معايا، اسمها ايه، نود، تشتغل معايا عادي. ف running validate string، تبدا بقى تشوف حاجه زي كيرل بقى، تبدا تتعامل مع كيرل. مثلا داش اس عشان تجيب لك الكونتنت، هتلاقي داش اكس عشان داش اكس عشان تحط مثلا الستاتس بتاعتك، سواء كان اسمها ايه، الميثود بتاعتك، سواء كان جيت بوست بوت باتش ديليت هيت، كل الكلام ده. تمام، تحط مثلا داش اتش كونتنت اللي هو الهيدرز بتاعتك، تحط الكونتنت تايب ابلكيشن عشان تقدر تبعت داتا شبه دي معاك. فاهم، وحاجات تانية كتير بقى. فاهم. ف دي حاجه احنا في السترينج نفس الفكره. الايفال فانكشن زي ما قلت لك، او الكود انجكشن. ف وات اباوت كود انجكشن، ايفال وكود انجكشن. ماشي. فهتلاقي مثلا شويه فانكشن موجود هنا في النود جي اس، عندي هنا ايفال وفانكشن. في عندي حاجه اسمها فانكشن، مش الفانكشن نفسها. يعني مثلا عندي حاجه اسمها اكتب كده اقول له فانكشن، واكتب بقى اسم الفانكشن اللي هو مثلا وليكن هنا النيم، واحط له فانكشن. لا، في فانكشن اللي هي الفانكشن كده من غير اي حاجه. الفانكشن دي مش معروف هي بتاعت ايه. تمام، هي فانكشن مجهوله، كلمه فانكشن. تمام. وعندنا مثلا في بايثون حاجه اسمها اكزيك. ماشي، اكزيك، وهتلاقيها موجوده في بي اتش بي برضو. اكزيك دي مثلا انا لو لقيت حته اكزيك دي، اكزيك، وموجوده برضو في نوت جي اس، موجود اكزيك برضو. اكزيك، اي حاجه جوه اكزيك هي بتتنفذ. لو قلت له ال اس هينفذ لي اكزيك. لو قلت له ال اس هيفتح لي مثلا كده، لو انا دي في انبوت وحطيت له ال اس هتلاقي هنا ظهر لي ال اس كل الفايل اللي عندي. تمام. فبالتالي ديت ايه، ديت كوماند اكسكيوشن. فصغر كوماند اكسكيوشن لو لقيت حته اكزيك ومش عليها فاليديشن. تمام، لان احنا ممكن نعمل لها باي باسنج، وهنتعرف تعرف قدام ازاي بنعمل لها باي باسنج. تمام. هتلاقي مثلا نفس الفانكشن اللي اسمها اكزيك هتلاقيها موجوده في السي وسي بلس بلس، اسمها اكزيك سي في بي. تمام. السيت انترفال. تمام، والسيت تايم اوت، والسيت كل السيتس بقى. تمام. فهتلاقي هنا في البايثون اسمها ايه، سب بروسيس دوت اوبن. سب بروسيس دوت اوبن مش نفس الفانكشن، بس هي سب بروسيس دوت اوبن. بتبروسيس شويه فانكشناليتيز. في اوبن بتفتح فايل، ممكن تاخد منك ريد او رايت، تقرا فايل او تكسكيوت فايل. هتلاقي في بي اتش بي بالشكل ده. هتلاقي مثلا شيل دوت اكزيك لو لقيتها في بي اتش بي، فدي ريد فلاج كبيره فشخ يعني، فانت المفروض تاخد بالك من حاجه شبه كده. دوت فانكشن، تاخد بالك من حاجات شبه كده. تمام. التشايلد بروسيس او بروسيس عامه بالدوت اكزيك، دوت بتنفذ او دوت سبون. تمام. بيقول لك هنا هتلاقي مثلا في البي اتش بي اسمها سيستم وبي اوبن. ماشي. في البايثون برضو هتلاقي عندك فانكشن اسمها بي اوبن. بي اوبن دي بتفتح لك فايلز، ممكن تاخد منك ريد او رايت، فهتلاقي مثلا حاجه شبه كده. هات كده فانكشن دي، تلاقي مثلا هنا البي اوبن. فجوه البي اوبن فتلاقي بي اوبن مثلا تاخد منك الاسم الفايل بتاعك الباس بتاعه. ومثلا هنا ريد، دي رايت، او ريد، او اكسكيوشن. تمام، والفايل كل الكلام ده. ما علينا. ماشي. ليفال فانكشن، فدي شكل ليفال فانكشن. ممكن احط ده كده في قلب انبوت وانا بتست سيكوال اكس، انا اسف. تمام. فممكن يطبع لي لوج. تمام. او ممكن نيو فانكشن. تمام، دي فانكشن اللي هي ايه، فانكشن من غير اسم. زي ما قلت لك ملهاش اسم، فانكشن مش مجهوله الهويه، مش عارف ما هي بتعمل ايه. سيت تايم اوت، بقول له بعد الثانيه، بعد عدد اللي هو 1000 ملي سكند اللي هو ثانيه تقريبا، كونسول لوج تيست. يعني بعد ثانيه هعمل كونسول لوج تيست. ممكن اعمل اليرت، يعني اشيل الاليرت دي عشان دي واحط اليرت. تمام، ده مش وقته خالص، بس ما علينا يعني. فاقول له هنا بدل الكونسول لوج ديت هقول له مثلا اليرت، فيطبع لي كلمه اليرت. اليرت، تقول له هنا مثلا اليرت اكس اس، لو انت ايه، اكسكيوت اكس اس يعني. وست انترفال برضو نفس فكره ست تايم اوت بالظبط، مفيش اي فرق. بس دي بتيجي مع السynchronous بحيث تيجي بالتوالي، مش مع ست تايم اوت اللي هي بتيجي مره واحده. فمثلا هتلاقي في فانكشن شبه كده، وانا هحل لك لاب هتلاقي نفس الفكره كده، اللي هو بتاع الكوماند اكسكيوشن، بس هيبقى اكزيك بدل ايفال. تمام. هنا مثلا هتلاقي بياخد منك هنا الانبوت، فانت مثلا هات كده مثلا ده ايفال. ماشي، ايفال، وياخد منك فاريبل اسمه اي، وحط هنا ده الانبوت اللي هو هيجي لك من التكست اريا. انبوت ايا كان الانبوت ده مثلا ممكن يكون اكس اس. ماشي، ممكن يكون سيكوال انجكشن، بس حسب هو موجود فين. بس ممكن يكون اكس اس. فانت عشان تتجاوز حاجه شبه كده، فانت المفروض هتحط له حاجه شبه كده. ماشي. وانا بما انها هي كده كده جوه فاريبل اللي هو الايفل. تمام. فانا احط اي حاجه، ممكن اقول له اليرت مثلا، اليرت 1. خلاص كده، كده انت بقى معاك اكس اس. شوف سهله ازاي، من غير بقى سكريبت ولا اي حاجه. بس انا ما اعرفش ان الفانكشن دي فيها ايفال او لا.
فاهم؟ فدي الفكره يعني. كونسوس لوج بوينت نفس الفكره. فاليديت سترينج، بقول لك نرجع تاني بقى للفاليديت سترينج. احنا قلنا الفاليديت سترينج بتاخد منك هنا انبوت واي ايرور فانكشن، تمام؟ فتعالى ناخد الفانكشن دي كده ايه، نطلع عليها شويه. فهنا فاليديت سترينج، هنا بيقول لك هنا بياخد منك تكست ورول ادمن. مثلا فورمات دوكيمنت، ماشي. بياخد منك هنا رول ايكوال ادمن. لو رول ادمن هتطبع لك المسج دي. المسج دي هيبقى فيها انبوت اللي هو التكست اللي هياخده منك. ممكن عايز يطبع لك اسمك انت كادمن، تمام؟ فيقول لك مثلا انت حطيت له اسمك الادمن اللي هو احمد مثلا، فيجي هنا في المسج بيقول لك ايه اللي هو احمد، تمام؟ ما علينا. فده المفروض ان ده بياخد منك التكست اللي انت حاططه له هنا في الفاليديت دي، تمام؟ فبعد كده يطبع لك الرساله بتاعتك اللي هي المسج، ويستخدم الريجكس ديت عشان لو في لا اي حاجه غريبه، زي مثلا حاطط له هنا حاجه شبه كده يقول لك لا ممنوعه، حاجه شبه كده يقول لك لا ممنوعه، تمام؟ هو حاطط لك هنا، او حتى دي فيقول لك ايه انا اسف دي، تمام؟ هو هنا عاملها لك في الريجكس ان ديت ايه، دي ممنوع الحاجه تحطها هنا، تمام؟ فده الريجكس اللي هو هيسبب ايرور. الريجكس ده اللي هيسبب ايرور، تمام؟ فانت يعني مثلا ما تتعبش نفسك وتحط له حاجه شبه كده، او حط له حاجه شبه مثلا حط له اند او اور اوبريتور. ف وبقول لك ان ده الايرور اهو خلاص هنا كود 403، تمام؟ اللي هي انفاليد انبوت، لان حاطط حاجه من الريجكس اللي هو حاجات اللي هو مانعها هنا، فحطيتها له فقال لك انفاليد انبوت وسادس كود 403، تمام؟ ان اوثورايزد فانكشن فاليديت سترينج بياخد منك هنا انبوت وايرور. طبعا اف كونديشن هنا بقول لك سنيب ان فانكشن مالهاش لازمه. هتلاقي في هنا ايفال اون ايرور، لو حصل ايرور دي اون ايرور معناها لو حصل ايرور، اللي هيحصل ايرور رجع له فولس من غير اي حاجه ولا ستاتس كود ولا اي حاجه، رجع له فولس اقفل له الصفحه بتاعته وخلاص. هو ايه، ممكن بعد كده نحط ريدايركت او راوتنج على صفحه اللوجن مثلا. لو هو نتاكد مثلا هنا لو هو معاه سيشن، لو هو معاه سيشن بيجرب حاجه هو معاه سيشن، فاحنا بنراوت على صفحه الهوم. طب لو مش معاه سيشن بنراوت الريكوست بتاعه ده على صفحه اللوج ان او على صفحه الريجستر. فاهمني؟ يعني المفروض تبقى فاهم حاجه شبه كده. فهنا مثلا في رول ادمن نفس الفانكشن تارجت فانكشن. فانت المفروض تبقى عارف مثلا هنا انت الفانكشن عاوز ايه صحيح، فاهم؟ فانا هنا مثلا انا هنا عاوز اتجاوز الحته دي، هو مانعني من ان انا اعمل سنجل كود اللي هو انا اسف اسمها ايه ديت، مش فاكر اسمها ايه صراحه، او الكوتيشن سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن او الكوتيشن الثانيه اللي هي بتاعت الجافا سكريبت، كل الكلام ده. فانا بتحدد مثلا بقول لك كده فاليديت سترينج، تعرف فاليديت سترينج تريس هاو ذا انبوت لوكس، ايه هو بياخدوا انبوت مثلا، تحدد الاوبتين ادمن رول، هل ممكن اتجاوز الادمن رول باستخدام ايدور، احط مثلا بدل يوزر رول احط ادمن، احط ادمنستريتور، بياخد مني عفوا بياخد مني كل الكلام ده. مثلا بتشوف فانكشن ضاره زي ايفال او اكسكيوشن او اكزيك، كل الكلام ده. بريبير ذا بيلود، تبدا تحدد البيلود بتاعك. انجكت كود اند كونفيرم كود انجكشن. ريتش كوماند اكسكيوشن فايل رايتنج، تبدا تحدد كوماند اكسكيوشن، هل تقدر تنفذ كوماند اكسكيوشن على السيرفر ده او لا، او بايند فيريفاي كوماند اكسكيوشن، وحاجات كتيره يعني. الجماعة الفيديو ده ممكن يبقى طويل، فيعني لو انت لو موجود لحد دلوقتي في الفيديو فانت يعني انت راجل عظيم، ماشي؟ فكمل معايا يا عظيم بقى، ماشي؟ الرول، الادمن رول بقى ممكن تبقى عرضه لحاجات كتيره، مش انا بقول لك ثرو ذا ويب بريفيو اسكليشن. طبعا بريفيو اسكليشن انت يوزر بقيت رول ادمن، يعني انت يوزر بقيت ادمن. شوف سهله ازاي، يعني انت بدل ما تبقى يوزر انت هنا كنت يوزر، قمت فجاه كده بقيت ادمن، فاهم؟ يا تعمل فرح بقى وتروح تبلغ بقى وتروح على هاكر وان وتبقى بقيت ادمن، فاهم؟ وتبقى تبلع دبليكيت. ادمن رول، والله حاجه تشيل والله. ده انا لقيت يا جماعه والله مره، لقيت ايه، آم، كانت صفحه بتغير تشينج ايميل، وغيرت الايميل وكان له ريت ليميت ومش عارف ايه وعملت، وفي الاخر قام قايل لي ايه، انفورميشن يعني ايه انفورماتيف، ليه انفورماتيف لك، ما ينفعش تستغلها. ليه يعني ما ينفعش تستغلها؟ والله حاجات على هاكر وان يعني مرضى. اسمها ديفا تقريبا، ديفا مريضه ديفا دي. عمري ما قدمت ريبورت الا وقالت لي انفورماتيف، من حل الله. ماشي، ده اللي هحط لك في الاول هي هاك ذا بوكس. لو هو مثلا هاك ذا بوكس دوت كوم، اي حد اخر الدومين بتاعه حاجه شبه كده بتدخليه ادمن. لو مش هاك ذا بوكس دوت كوم ممكن تخليه يوزر. ممكن مثلا اتجاوز حاجه شبه كده ازاي، تمام؟ بس انا ما اعرفش يعني، انا من ناحيه البلاك بوكس انا ايه اللي عرفني. دي بتبقى براكتيكلي، فاهم؟ انت جربت كده بالصدفه و... وانت مثلا حابب تستعمل حاجه زي بوكس، جربت بالصدفه وطلعت كده، تمام؟ مع اني اشك ان في حد بيستخدمها اصلا الفانكشناليتي دي،
بس ممكن يعني خليها في بالك وانت بتست في مره، إن انت مثلا تاخد مثلا بتست على شركه اسمها اي دوت كوم، فانت مثلا تخلي اي اسم احمد دوت ات اي دوت كوم، ماشي. او مثلا تخش على لينكد ان تشوف الموظفين او تشوف ايميل لموظف معين وتحاول تتست بيه، تمام، او تحاول تلوج ان بيه، هل هو اصلا له ايميل موجود متاكتف على الصفحه او لا. طب هل الايميل ده تقدر تتست الباسورد بتاعه، تمام، حاجات كتيره. هنا بيقول لك ريجنج ذا فولنربل كود، تاكد تشوف بقى الفولنربل كود نفس الفكره، ايفال اون ايرور. فاحنا هنا عرفنا ان ايفال فيها مشكله، فاحنا تقدر تست عليها سيكوال انجكشن او اكس اس اس او اي حاجه بتاخد انبوت. ممكن مثلا اتش تي ام ال انجكشن، سي اس انجكشن، اكس انجكشن، كل الكلام ده. الفاليد سترينج طبعا لو شفت حاجه شبه كده، طبعا مفيش حد بيستخدم فاليد سترينج، فانت بالحنكه كده والمهاره تعرف ان هي شبه فاليد سترينج، ماشي. احنا اصلا ما فتحت لك الابلكيشن تاني هتلاقي مفيش حاجه اسمها فاليد سترينج اصلا فيها اصلا، فاهم. فاقفل ده كده ونفتح الابلكيشن تاني. فتعال افتح الابلكيشن تاني كده، كنت انا عامله فايل اوبن فولدر، كان هو ريكو جاك ده، كنت عاوز اعمله احط فيه جواه السيرفر، السيرفر، ماشي. فانت بتشوف بقى مثلا هنا انا هنا كان عندي الباك اند وده الفرونت اند، انا عاوز الباك اند. هتلاقي الباك اند مثلا هتلاقي عندك هنا ده الراوتس، هتلاقي هنا في ده الراوتس بيراوت هنا بيديفاين كل الراوتس اللي انا عاوزه، عشان بعد كده لما احط راوتر دي فبالتالي انا اقدر اراوت اي حاجه من الريكواير اللي هو الاكسبريس، ماشي. وكنترول ريكواير، كنترول اوثنتيكيشن مثلا، اي حاجه لما احط راوتر فهو باكسبريس برضه هو بعرفها مرتين. بيعرفها كل مره في الصفحه بتاعتها. فالموديل دوت اكسبورت في الاخر بتاع اسمها راوتر، يبقى الراوتر لما الاقي كلمه راوتر اعرف ان الراوتر بتعمل كل ده، تمام. الراوتر هنا دوت جيت بياخد منك الجيت، هنا كنترول الجيت بروفايل مثلا، هنا ده في البروفايل، هنا مثلا في الاوثنتيكيشن هتلاقي مثلا هنا بيكنترول على اللوجن، بيكنترول على المي، في عندي حاجه اسمها مي، عندي حاجه اسمها كنترول لوج اوت، هنا بيكنترول لوج اوت، ففي لوج اوت ولو انا بسجل دخول. دي الراوت مش مهمه قوي، بس انت بتفهم تبقى فاهم الابلكيشن شغال ازاي. هتلاقي مثلا عندي حاجه هنا اسمها دوت انفايرمنت، دوت انفايرمنت. الانفايرمنت ممكن تلاقي فيها حاجات مهمه، طبعا الابلكيشن لما بيطلع برودكشن انفايرمنت دي بتتمسح، تمام. هتلاقي مثلا عندي هنا جي تابلتي سيكريت، ده فايل سيكريت، ممكن اخد السيكريت ده كده واساين بيه مثلا على رول ادمن مثلا، ممكن يكون ده سيكريت، ممكن يكون ده الهاش بتاعه، ممكن يكون ده الكي بتاع الجي دبليو تي، حاجات تانية يعني كتير. ماشي، خلصنا حته السيرفيس بقى، نلاقي مثلا هنا حاجات سيرفيس، سيرفيس مثلا هنا في حاجه اسمها جيت سامري، فانكشن اسمها جيت سامري. فانكشن الجيت سامري دي بتاخد منك هنا السنج ايفنت، ماشي، وبتاخد منك دي كلها نمبرز كنمبرز يعني، تمام. هنا نمبر كل ده نمبر، فجيت ايفنت واكتف جنريشن والايرور راوتس، تمام. فايرور ريت تاخد منك ريت معين، فانت مش مهمه بالنسبه لك او برضه مش فاهم هي بتعمل ايه صراحه. ففانكشن جيت تايم سيريز، جيت تايم سيريز هنا ماتريكس، ماتريك وهاورز، تقريبا بتحدد الساعة جوه الابليكيشن. حاجات تانية، تعال نكمل بقى ده عشان نخلص من الفيديو ده نطول. في الكود انجكشن برضو نفس الفكرة، تمام. هتاخد ركز على الكود انجكشن، هحل لك لاب يعني كامل فانت مش هتلاقي صعوبة في الدنيا يعني. كودز، الكودز، ماشي. عندك مثلا كوتس بياخد هناك في الانبوت هنا سنجل كوت ودبل سنجل كوت، فانا مثلا عاوز انجكت كود جواه، فما ينفعش احط سنجل كوت لان لو حطيت سنجل كوت فبالتالي هيبقى في المكان ده فاضي، فبحط له مثلا دبل كوت هنا ودبل كوت هنا، يبقى الانبوت اللي جالي هنا يبقى الانبوت اللي هيجي لي هو الانبوت ده، اقدر احط فيه انجكت اي حاجه ويشتغل عادي معايا، ما عنديش اي مشكله. سنتكس ايرور، تقدر بقى تشوف الايرور بقى، يعني بحنكتك كده تشوف الايرور، هل الايرور ده يعني هل مثلا الايرور ده تعرف منه ايه؟ ممكن مثلا يكون الايرور ده ان هو انا عاوز اخش انا يوزر وعاوز ابقى ادمن، فبدل ما يقول لك ان انت انا اوثرايزد فيرجع لك ايرور مختلف، ايرور شكله مختلف، فانت تفهم حاجه شبه كده، اللي هو الايرور مثلا مش عاوزك تخش، بالتالي اقدر اشوفها، لا اقدر ابقى بس الحته ديت بالحنكه كده، فاهم. ايه كود انجكشن تاني يعني ولا ايه؟ هنا مثلا كونسولت لوك بوند ان ذا انبوت، وانا اصلا لما بحل لابات بحل من هاك بوكس معظمه يعني، فهتلاقي الافكار متشابهه لان هم نفس الناس اللي عاملين اللابات دي، هم نفس الناس اللي هم عاملين البي تي اف الكامل ده. الديباجنج، تبدا بقى تعمل ديباجنج
من الحكايه من تعمل ديباجنج. فمثلا تشوف ايفال ايرور دي تاخد داتا منين، فيقول لك بياخد داتا من حته اسمها اون ايرور. الايرور دي جايه منين؟ جايه من هنا، فجايه من فاليد سترينج. بس ساعات الراوتس بتبقى اكبر بكتير، فممكن مثلا هنا الاقي انبوت هنا مثلا حاجه زي اونر اي دي. اونر اي دي ده مثلا ممكن اجيبها من صفحه اسمها فين، مثلا لو ممكن صفحه تانية مثلا اللي هي صفحه اللي هي الاوثنتيكيشن سيرفيس دي. مثلا ممكن تلاقي اجيبها من هنا، الرول هنا اي دي ايميل، فاهم؟ فممكن تبقى رخمه شويه ان انا بشوف ده اللي هو الداتا فلو. ميتا سترينج command execution Node.js system command require sync obtaining command. ماشي. حاجات يعني مش مهمة أوي، أنت ممكن تكون بتعملها بالفطرة يعني. فكونسول بقول لك هنا بالك require شد بروسيس sync increment. يعني مثلا خد كوماند زي هنا ال اس وبيحطه هنا عندي. فال اس ممكن اقول لك مثلا عندي هنا ال اس، عندي هنا نود موديول وباكج جيسون وسورس. تمام. فانت هنا ممكن تفاليديت حاجه، ممكن احط له مثلا شيل كامل هنا، شيل يرجع لي هنا على الاي بي بتاع جهازي، وبالتالي خدت شيل على السيرفر. او بتصير فايل ريد. مش عارف هل الدنيا واضحه عندك ولا لا. يعني مثلا لقيت حاجه غريبه شبه كده، اي بي اي دوت سي ام دي. سي ام دي كام؟ يعني انت مثلا سي ام دي، انت مثلا عندي حاجه، عندي اند بوينت اسمها سي ام دي بتاخد مني اوامر تشغل عادي. اه لقيت دخلت هنا لقيت حاجه اسمها اكسكيوت سينك، بياخد منك هنا السي ام دي اللي هو جاي لك من هنا من السي ام دي اللي هو تقريبا هيبقى انبوت. تمام. ويحوله لسترينج، وبعد كده ايه يسند السي ام دي ده يشغله. تمام. ال HTTP response injection. ماشي. فهيقول لك مثلا عندك هنا اللي هو 403 ممكن يبقى unauthorized اللي هو انت مش مصرح لك تعمل كده، فانت بندور على طريقه باي باس بيها. او invalid input، ممكن يكون invalid input على حسب، ممكن الباك اند اللي هو فاهم سكيورتي بس ممكن يتباكس عليك. يبقى هي unauthorized، يقول لك مثلا انت ما ينفعش، او يديك سيرفر ايرور، فاهم؟ يرجع لك او يريدايركت على سيرفر ايرور. فيربس مسج ادمنز، ده شكل ايرورز. 500 controlling the response. ماشي. انت ممكن تتحكم في الريسبونس يعني، فاهم؟ يعني ممكن مثلا يبقى عارف ان انت لو دخلت حاجه معينه هتديك ايرور، سيرفر ايرور، فيقوم مخليك يقول لك لو انت مثلا دخلت كود ما ترجعلوش سيرفر ايرور، رجع له مثلا اللي هو invalid input. تمام. لان تفهم حاجه شبه كده. يعني مثلا عشان تبقى دي مهمه قوي، دي مهمه قوي. آه مثلا هنا بياخد منك هنا confirmed response status، بياخد منك هنا الستاتس 400. لا، اونر اي دي مثلا، يعني بياخد هنا مثلا يعني عندك حاجه اسمها انتجريشن دوت اونر اي دي، بياخد منك هنا اليوزر اي دي. لو انت اديت له يوزر اي دي تاني مختلف بحيث انت تعمل اي دور، تمام، ممكن لو هو مش معمول له فاليديشن فيديك ايه سيرفر ايرور. لا هنا بقى قام قايل لك هنا ايه اللي هو الايرور دوت ستاتس. هنا الايرور دوت ستاتس رجع لك 403 بدل ما رجعك 500 اللي هي سيرفر ايرور. تمام. هو لو حط لك هنا 500 هيعرف انها سيرفر ايرور على طول ويرجعك سيرفر ايرور، فبالتالي بيزاولك يعني. injection and output نفس الفكره. هنا مثلا في انبوت هناك حاجات شبه كده. لو لقيت ده انبوت اللي انت جبته من الابلكيشن فرجع لك هنا ايه ستاتس كود 403 اللي هو مثلا invalid input. حاجات تاني البلايند اكسبلويتيشن، ممكن اصلا ما تفهمش في الاكس في السيكوال انجكشن مثلا، فهتلاقي الدنيا كلها بلايند مجهوله عاميه حتى في حته الوايت ليست برضه. في الوايت ليست ايه، في الوايت بوكس. واحد السليب تايمرز ريدنج. حاجات اظن انا قلتها او هقولها يعني عامه في الفيديوهات. exploit development admin token. exploit. هنا بقى exploit development. تشوف بقى اللي انت ايه الفانكشن اللي انت لقيتها او الثغره اللي انت لقيتها، تحاول تفتحها مثلا هنا من ناحيه البلاك بوكس اللي هو الابلكيشن نفسه، وترن، وتشوف بقى هل انت تقدر تعمل لها مثلا كود بايثون مثلا. هنا مثلا في بايثون هنا عمل ريكوستس وجيسون عشان ياخد الداتا بتاعتي، وعمل هنا السيرفر على لوكال هوست والبورت 4 5000 عشان يقدر ايه يشغل ابلكيشن. هنا قال لك يو ار ال، اليو ار ال هيبقى هنا السيرفر والبورت. ماشي. وبعد كده هيحط انا الثغره عندي موجوده في اي بي اي اوثنتيكيشن، انا اقول له الاوثنتيكيت. فايه اللي هيحصل هنا؟ عملها هنا اند بوينت جديده يو ار ال برضو جنريت. ماشي. دي ار ال جديد، دي الاوثنتيكيشن اند بوينت ودي الكيو ار اند بوينت، دول فيهم مشاكل، دول اللي احنا فيهم فعلا كان فيهم مشاكل.
وياخد الداتا، قال لك انا عرف لنا هيدرز وداتا اللي هو الايميل والايميل بروتكتد، و توكن ريسبونس تو جيسون توكن. ماشي عامة يعني يقدر ايه في حتة الاكسبلويت ديفلوبمنت، ودي مش موضوعنا دلوقتي لانها حاجة ادفانسد شوية. فهو يعني بيعرفك ازاي بتتم، يعني هو ما عملش اكسبلويت حقيقي، هو بيعرفك ازاي الدنيا بتتم وانت ازاي بتديفاين الكلام ده. ما علينا. تمام. مش ده بقى خلصه. فما علينا يعني. دي كل الفكرة من حتة كاوفرول، يعني ازاي بنتست وكل الكلام ده. وانت لازم تكون عملت مثلا ابلكيشن او اتنين او تلاتة بنفسك، يعني باي لغة برمجة انت بتحبها، بي اتش بي، نوت جي اس، بايثون، جافا سكريبت، فاهم اللي هو الايه، سي شارب، وتكون عملته بايدك كامل. تمام. ممكن تساعد، يخلي الاي اي يساعدك شويه، تمام، بس تبقى فاهم الفانكشنز اللي انت عملتها دي بتعمل ايه، او انت عملت ايه هنا، فمبقاش في حاجه انت مش عارفها، كل الكلام ده. وتحاول تست عليه بقى، انت عملته المفروض تبقى عامله مؤمن ان انت مأمنه، تمام، وتست عليه وتشوف الفانكشن اللي انت مثلا دي فانكشن مصابه، فانت تفهم ليه مصابه، وتشوف الاصلاح بتاعها ايه وتحاول تصلحها، وتحاول تست عليها تاني. تمام. بتحاكي العمليه الحقيقيه. لان احنا مثلا لما بنقدم ريبورت والريبورت بيتقبل، بيصلحوا الثغره، وبعد كده بنرجع تاني نتست على نفس الايه، على الباتش اللي هم عملوه ده، بنشوف هل نقدر نتست عليه ولا لا. وحاجات كتير شبه كده يعني. وبس كده. دي كده خلاص، كده حلقتنا انتهت، والسلام عليكم.